الو 54 تسمعني؟ نعم نعم معك 54 اسمعك. كيف الأوضاع عندك؟ الأوضاع تمام وكل شيء تحت السيطرة والأمور مترتبة منتظرين الأوامر. حلو جدا، احنا الآن نريد أن نضيع الهدف وهذه فرصتنا ننتظر على الهدف بأسرع وقت. علم 21 أتسمعني؟ 21 معك. كيف الأوضاع عندك في الميسرة؟ والله الأوضاع تمام والأوضاع تحت السيطرة وبس منتظرين الأوامر. حلو جدا. 31 تسمعني؟ اسمعك سيدي. حلو جدا، أنت الآن أهم زاوية وأهم نقطة انطلاق بارزة من عندك. علم منتظرين الأوامر. 54 تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. أيش الأفضل، نهجم من الميسرة أم من الميمنة أو نعمل نزول مظلي على الهدف؟ والله أنا أرى أن احنا نهجم من الميمنة والميسرة والقلب ونزول مظلي من أجل نقضي على الهدف، يعني قضاء مبرم، ما نديلش أي فرصة للتهرب. حلو جدا. إن شاء الله ربنا يوفقنا في هذا المعركة، وأتمنى من الجميع أخذ الحذر والانتباه ويكون على أهبة الاستعداد، لأن الهدف واضح أنه صعب بشوية، ولكن ربنا باعيننا وننطلق انطلاقة واحدة وانتظروا الأوامر مني. علم علم هجوم 3 2 1. قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نصرك. 54 كيف الأوضاع عندك؟ معك الأوضاع زي الفل، بس ما لحق وخايف يرتفع لي الضغط، بس بنتحمل عشان الله ثباتك، يا الله نصرك. بالنسبة ل 21 كيف الأوضاع عندك؟ 21 والله في عظام في مكان ثالث عندنا، المعنويات عالية. ما شاء الله سهل العظام، ما معركة الله بعظمي. ما شاء الله. إذا احتجتوا أي إمدادات، سحاوق، مرق، سلطات، أي حاجة بلغوا قيادة التحالف. 34 كيف الأوضاع عندك في الميمنة؟ والله يا سيدي إن أنا عامل رجيم، بس رجل الوطن راح أضحي. مش مشكلة، ضحي بالرجيم، الوطن يستاهل ما هو أكثر. يا الله ثباتك.